ليه بنعمل بلانر وليه انا في ال5 سنين اللي فاتوا كنت مهتمة قوي ان انا اعمل بلانر دايما واكتب فيه بانتظام. اول حاجة علشان بيساعدني ان انا انظم وقتي وانظم خططي، واي حاجة انا عايزة اعملها بخطط لها في البلانر بالكتابة. تاني حاجة علشان ارتب اهدافي واعرف انا عايزة اعمل ايه السنة دي، وايه الحاجات اللي انا حققتها وايه اللي لأ، وكمان بتكون ذكريات حلوة قوي لما اكبر. فالنهارده انا هعمل معاكم البلانر بتاع سنة 2024 وهوريكم افكار كتيرة قوي تقدروا تعملوها في البلانر بتاعكم. اول حاجة دي النوت بوك اللي انا هستخدمها السنة دي، كمان ممكن تستخدموا اي كراسة انتوا بتذاكروا فيها عادي وتغلفوها من بره بورق ابيض وترسموا عليها رسومات وتكتبوا بلانر. وعايزه اقول لكم ان اغلب الحاجات في البلانر بتاعي حاجات سنويه، يعني مش مرتبطه قوي بان انا كل يوم لازم افتح البلانر، علشان لما بعمل حاجات يوميه مش بعرف انتظم قوي فيها. اول حاجه خلوني اكتب مقدمه البلانر ان هي سنه 2024. طبعا لو انتوا اوريدي زينتوا الكشكول من بره وكتبتوا عليه 2024 مش هتحتاجوا تعملوا الخطوه دي، بس انا عشان الكشكول بتاعي من بره كان عليه كواكب فحبيت ان انا اعملها من جوه. فاول حاجه جبت النص بالظبط بتاع الصفحه من العرض ومن الطول، وعملت خط كده زي علامه زائد علشان ارسم مربع في النص بالظبط. المربع بتاعي كان 6 سنتي، اضلاعه كلها 6 سنتي، 3 من ناحية الخط ده و3 من ناحية الخط ده علشان يبقى مظبوط بالظبط. وبعدين مسحت الخطوط اللي بره وسبت الخطوط اللي جوه علشان لما اجي اكتب كلمة 2024. وبعدين بقى بدأت ارسم الرسومات العشوائية دي. احلى حاجة فيها ان هي سهلة قوي واي حد يقدر يعملها، ما حبيتش ان انا اجيب لكم حاجة معقدة. واي حاجة بنرسمها في الاول بالرصاص، حتى لو احنا متأكدين ان احنا هنعرف نرسمها برضو ارسموها في الاول بالرصاص. وهنا استعنت بكتاب النيو هالو علشان لما اجي الون الالوان ما تطبعش ورا، لاني كنت لسه بجرب الورق. طبعا على حسب الورق بتاعكم، انا الورق بتاعي بصراحه طلع كويس قوي ما بيطبعش من ورا يعني، فانتوا برضو بجربوا علشان لو كده تحطوا كتاب او حاجه من ورا عشان الورق ما يبص. وبعد كده بقى ابتديت ان انا الون، وانا بختار الوان معينه، الالوان اللي انا بحبها الوان كده هاديه، يعني ما حبيتش ان يكون بقى فيه احمر واصفر وكده. كل الوانه هاديه، حتى لو لاحظتوا ان البلانر بتاعي كله هيبقى الوانه هاديه. وبعدين عملت مستطيل كده صغير تحت المربع علشان هكتب فيه اسم السنه. انا بعمل اسم للسنه علشان احس فيها يعني على حسب بقى انا السنه دي عايزه اعمل ايه، هوريكم دلوقتي. وبقلم فلوماستر اسود ببتدي ان انا احدد المربع. لو ما عندكوش قلم فلوماستر رفيع هاتوا قلم تحبير، هوريهولكم برضو هستخدمه النهارده في الفيديو. وبعدين ابتديت ان انا احدد بقى الرسمه بتاعتي لانها كانت محتاجه تحديد. ممكن تعملوا نفس الرسمه بس تغيروا في الالوان، او تغيروا في الرسمه تغيروا في شكل الرسمه نفسها، عادي براحتكم. بس اهم خطوه بالنسبه لي هي خطوه التحديد، هي اللي بتظهر الرسمه. وبعد كده بقى كتبت 2024. عايزه اقول لكم وانا بكتب اساسا اتلخبطت وكتبت 2023 في الاول، مش مستوعبه لسه. وبعدين لونت الخلفيه بلون بني عشان كانها خشب كده شويه. وبعدين عملت خطوط بالبني الغامق علشان برضو يبان ان هو خشب. وانا سميت السنه بتاعتي السنه دي سنه الامل، طبعا كل واحد يسمي الاسم اللي هو عايزه. وبس كده، ده بقى شكلها النهائي. تاني حاجة هنعملها هي الكالندر دي علشان اي يوم يعدي نشطب عليه ان هو خلاص عدى، بالذات بقى لو مستنيين مناسبة او حاجة بتبقى حاجة محمسة. هعد المربعات اللي ما بين السطور، وعلى حسب بقى العدد اللي هيطلع اقسموه على التلاتة، لان انا قسمت الصفحة بالنص واحنا عايزين نقسم على التلاتة عشان كل صفحة يكون فيها 6 شهور. فهم طلعوا معايا 18، فقسمت 18 على التلاتة فيها 6، فسبت لكل شهر 6 مربعات. بس طبعا هما في الاساس هيبقوا 5، هوريكم انا دلوقتي. وابتديت بس ان انا اعلم يعني كده، بصوا 6 مربعات انا سايباهم في كل تقسيمة. وهعمل نفس الحاجة في الصفحة اللي بعدها علشان يكون التوتال 12 اللي هما ال 12 شهر بتوعنا. وبعدين بقى ابتديت ان انا اجيب واحدة واحدة واقسمها 7 اقسام بالطول علشان يبقى 7 في 5 اللي هما ال5 مربعات اللي احنا سايبينهم. فطبعا 7 في 5 ب35، علشان في شهور 31 فهنحتاج مربعات زيادة. بصوا انا اهوت مسحت مربع علشان يبقى التوتال 5 ومتقسم على 7 فيبقوا 35 عشان الشهور ال31. وعادي ان احنا نسيب 4 مربعات فاضية. يا رب تكونوا فاهمين. انا حاسة ان الشرح اوضح بكتير من ان انا عمالة اقول لكم، بس انا حاولت ان انا اشرح لكم قدر الامكان يعني. وده قلم التحبير اللي انا كنت بقول لكم عليه، هو حلو قوي فجبته وابتديت ان انا اكتب بيه اختصارات الشهور. ممكن تكتبوا الشهور كلها عادي، يعني اسامي الشهور كلها بالعربي او بالانجليش براحتكم. وعلمت عليها بالهايلايتر كده. وبعدين بقى من على الموبايل جبت الكالندر بتاعت 2024 مش بتاعت اي سنة، هتلاقوا على الموبايل اي موبايل بيكون فيه عادي. وبعدين بقى ابتديت اكتب علشان اعرف ايه هي الشهور اللي 31 والشهور ال30 وكده.
وبس كده ده بقى شكلها. بحب قوي مثلا في ايام الامتحانات كل يوم يعدي كده اجي اشطب عليه، بحس بجد براحة نفسية. الصفحة اللي بعد كده هي صفحة الأهداف أو الجولز. طبعا احنا ليه أساسا بنحدد أهدافنا؟ أول حاجة علشان ما نحسش ان احنا كل سنة ما عملناش حاجة وان احنا واقفين في مكاننا وكل الحاجات دي. نحس ان فعلا في حاجة احنا مشغولين بيها طول السنة، نعرف هنحط يعني مجهودنا في ايه طول السنة. طيب ازاي نحدد اهدافنا؟ طبعا على حسب مثلا المناسبة اللي في السنة. يعني انا مثلا في تالتة اعدادي فاقول انا عايزة اجيب مجموع معين واحطه هدف. وكمان ممكن تكون الاهداف صغيره عادي، مش شرط يعني تكون اهداف ضخمه، بس اهم حاجه تعرفوا ان انتوا هتحققوا الاهداف دي فعلا، مش تكتبوها وخلاص علشان في الاخر ما تحسوش باحباط ويأس ان انتوا معرفتوش تحققوها. فكتبت كلمه جولز وعملت بس حرف الاو كده على شكل كرة قدم، يعني هدف يعني. وكل هدف بكتبه برسم له رسمه كده بتعبر عنه. وعايزه اقول لكم اهم حاجه ما تقولوش اهدافكم لحد خالص، واحتفظوا بيها لنفسكم لحد ما تخلص. الفكرة اللي بعد كده هي year in pixels، وبجد انا بحبها قوي لان بحسها لعبة كده، اللي هو اشوف اليوم كان حلو ولا اليوم كان ممل ولا كان عادي ولا كان فيه انجاز. فطبعا كل حاجة بلون، يعني مثلا لو اليوم حلو بتختاروا له لون، لو اليوم وحش بتختاروا له لون، وهكذا. دي طبعا حاجة بتساعدنا نعرف ان ايامنا الحمد لله كلها حلوة، او حتى لو في حاجات بسيطة من ايامنا حلوة برضو نحمد ربنا عليها. فاول حاجة انا عملت على كراسة مربعات عادية مقاس 12 مربع في 31 مربع، بس سبت زيادة مربع من فوق ومربع من على الطرف ناحية الشمال علشان اكتب فيه بقى الايام، واكتب في المربع اللي فوق الشهور، هتفهموا دلوقتي. وبعدين كتبت على بنترست الحروف بالبيكسلز علشان يطلع لي الحروف كده على شكل مربعات، وابتدي برضو ان انا ارسمها في كراسة المربعات والونها واقصها. فانا ابتديت كده ان انا الاول احدد نقط المربعات اللي انا هاخدها، وبعدين حددت المربعات من بره وابتديت ان انا الونها. ولو انت بتدرج الوان الرينبو يعني احمر اورنج اصفر اخضر، وبعدين الازرق، وفي الاخر الموف على حسب كل كلمه طبعا. ماشي، فده كده بقى شكلها. وبعدين بقى هلزقها في البلانر. طبعا هي ما كفتش بالطول فحطيتها بالعرض، لو تكفي بالطول عندكم اوكي. وانا اخدت صفحتين، في حاجات في البلانر بناخد لها صفحتين عادي. وانا بكتب الايام 31 يوم عادي، وبعدين كل شهر مثلا الشهور ال30 وشهر فبراير بشيل منهم الايام اللي مش فيهم. وبعدين بقى بحدد لكل لون حاجة، يعني مثلا احمر يوم مش حلو وهكذا. بس انا في الاخر عدلت شوية لان حسيت ان اليوم الحلو يبقى لونه بينك مش احمر. وطبعا انا كاتبه الشهور فوق، وكل شهر بقى بنكتب الايام بتاعته. الفكره اللي بعد كده هي فكره الظرف ده. الظرف ده بنحط فيه كل كلام ايجابي جالنا علشان لما نحس ان احنا ما عندناش طاقه او متضايقين من حاجه نبتدي ان احنا نفتحه ونقراه ونشوف مين كان قايل لنا كلام حلو. فاول حاجه خالص جبت ورقه مقاسها 20 سنتي في 20 سنتي، وابتديت ان انا اعملها على شكل ظرف. انا لما ثبتها كده حسيت ان هي مش ثابته، فجبت ورق تاني وعملتها كده ان انا اوصل الاتنين ببعض علشان يكونوا ثابتين قدر الامكان. ونتاكد ان الظرف بيتقفل كده اتنين بالظبط متساويين، اجزاء متساويه، علشان انا برضو احطه في صفحتين فلما اجي اقفل البلانر يتقفل معايا بسهوله. وبعدين بقى حطيت جلو. الجلو ده حلو قوي، مع اني اول مره استخدمه، دايما بستخدم اللي لونه احمر، بس بجد هو جميل قوي ده. وبعدين بقى هتني البلانر كده وهحط الظرف فيه واتاكد ان هو ثابت كويس ومستريح جدا. تمام. وبعد كده بقى طبعا لازم تقعدوا تفتحوا وتقفلوا في البلانر كتير علشان تتاكدوا انه خلاص تمام. وطبعا الظرف مفتوح من جوه، نقدر ان احنا بقى نحط فيه الورق عادي خالص. وانا كنت مستخدمه الورق البيج ده، انا لقيته قدامي فاستخدمته. انتوا ممكن كمان تستخدموا ورق ابيض عادي خالص وانتوا تزينوه او تعملوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا بقى دلوقتي يلا نزين لان الظرف كده شكله ساده جدا. فانا ابتديت ان انا اعمل زي خياطه كده من على الجنب اللي هو الشكل ده. وطبعا في ورد مجفف ده بيطلع للغاليين بس. فابتديت بقى ان انا ازين بيه الظرف، وانا اتعمدت ان الديزاين يكون كده لان ستايل الورق البيج مع الزرع كده كان شكله حلو قوي. وستيكر على شكل قلب حطيته عشان افتح واقفل منه الظرف. وبعدين بقى بتقصقصوا ورق وتكتبوا بقى فيه اي كلمه حلوه جاتلكوا، تكتبوا جاتلكوا من مين، وكمان لو حابين تكتبوا التاريخ. وخلوا بالكم ان عادي البلانر ما بيبقاش بيتقفل للاخر، يعني هو بيبقى كده. الفكره اللي بعد كده معايا هي الانجازات. عشان نكتب الانجازات بتاعتنا نعرف عقلنا بيتطور ازاي، ايه اللي كان بالنسبه لنا انجاز وايه اللي ما كانش بالنسبه لنا انجاز. فانا السنوات اللي فاتت يعني كان في حاجات صغيره جدا كانت بالنسبه لي انجاز. وغير كده كمان الصفحه دي بتساعدني انجز اكتر علشان املاها بسرعه. فانا بكتب حوالين الشمس كده كل الانجازات.
الفكرة اللي بعد كده هي ان احنا نكتب الخبرات اللي احنا استفدنا بيها من حياتنا، علشان طبعا نفتكر المواقف وعشان نتعلم منها وما نقعش في اخطاء كل مرة نفس الاخطاء، وكمان عشان نكتسب خبرات اكتر واكتر واكتر بكتير. فكتبت كلمة خبرات، وابتديت بقى ان انا ارسم ظروفة، جمع ظرف اظرفة، اظرف يعني، بس احنا ما بنتكلمش لغة عربية يعني. فابتديت ان انا ارسم كذا ظرف، وبعدين اطلع منه زي جواب، هو ده اللي انا هكتب بقى فيه الخبرات بتاعتي. زي ما قلت لكم الاول بنرسم بالرصاص وبعدين بقلم التحبير. ابتديت ان انا احدد الرسمه، لان انا بالنسبه لي الرسمه من غير تحديد هي مش رسمه اساسا. فانتوا برضو اول ما تحددوا الرسمه هتحسوا ان شكلها بقى احلى بكتير. وبعد كده بقى بالهايلايتر ابتديت ان انا الون كل ظرف اديله لون. فانا ابتديت بالبيربل، وزي ما قلت لكم ان انا عامله يعني الوان معينه اللي انا هعمل بيها البلانر بتاعي. وطبعا بنكتب في الجواب مش في الظرف. وعايزه اقول لكم ان انتوا عشان البلانر بتاعكم يتفتح كده ويبقى ثابت يعني مظبوط، حطوا دبوس الورق ده. دلوقتي هنعمل فكره تقييم الشهور. هنكتب كل الشهور وبعدين هنكتب 5 نجوم وهنسيبهم مش متلونين، علشان كل شهر بقى على حسب هو كان 5 نجوم ولا 4 نجوم نلونه باللون الاصفر. الفكرة اللي بعد كده هي الافلام، علشان اي فيلم عجبنا خلال السنة نكتبه علشان نرجع نتفرج عليه تاني في وقت احنا زهقانين فيه او مش لاقيين حاجة نعملها، لان ساعات كتيرة الواحد بينسى يعني. وكمان لو عايزين انتوا تكتبوا افلام انتوا بتحبوها عموما براحتكم. فابتديت ان انا ارسم زي علبة فشار، بس طرفها بس هو اللي باين وطالع بقى منها الفشار. فقسمت كده الصفحة من تحت، كان تقريبا الجزء الواحد سنتي عرضه سنتي. وبعدين عملت اللي هي نص دايرة اللي بتبقى في علبة الفشار من فوق دي، وبعدين لونت خط بالاحمر وخط سبته ابيض. وابتديت زي ما قلت لكم ان انا احدد الرسمه، وكمان حددت الاحمر بالفلوماستر من على الطرف، ورسمت الفشار العسول ده وحددته بقلم التحديد عادي. وبعد كده بقى بلون هايلايتر اورنج ابتديت ان انا الون بس على الاطراف كده علشان يبان ان هو يعني فشار مجسم. وبس كده، ده بقى شكلها بجد، شكلها لذيذ قوي وفكرتها جديده ومختلفه. الفكره اللي بعد كده هي فكره الكتب، علشان كل كتاب قريتوه وحبيتوه او حتى لو ما حبيتوهوش ابتدوا ان انتوا تكتبوه في البلانر بتاعكم عشان تفتكروا انتوا قرأتوا ايه. فرسمت زي رف خشب كده يعني لسه هلونه باللون البني، وبعدين رسمت عليه مربعات بعدد حروف كلمة بوكس، علشان ابتدي ان انا اكتب كلمة بوكس بس بطريقة مختلفة يعني. وبرضو رسمت رفوف تانية بقى علشان دي اللي هنحط عليها الكتب، هي زي رفوف يعني. وبعدين ابتديت ان انا بقى ارسم كتب باطوال مختلفة، علشان على حسب بقى اسم الكتاب طويل ولا اسمه عادي كلمة واحدة، على حسب يعني. وحطيت برضو كتب كده وحطيت زينة وزرع وحاجات كتير، بجد دي انا فننت فيها قوي. ومش شرط على فكرة الكتب ان انتوا تكونوا شارينها، ممكن حتى تقرأوا PDF وتكتبوا برضو ان انتوا قريتوا الكتاب، في الحالتين انتوا قريتوه يعني. بعد كده هكتب بقى العادات في الصفحة اللي بعدها. العادات علشان نعرف نكتسب عادات جديدة ونعرف احنا كنا بنعمل ايه زمان وكل الحاجات دي. فطبعا العادات الإيجابية هي حاجة حلوة جدا ان الواحد يكتسب عادات إيجابية دايما في يومه. فابتديت بقى ان انا ارسم الاشكال دي، وبعد كده هحبرها برضو والونها. طبعا ان انا اكتب العادات حاجة كده بتساعدني ان انا اكتسب عادات جديدة عشان املى الصفحة كده واكتبها. وبعدين حددتها باللون البينك وده بقى شكلها. الويش ليست هي قائمة الأماني، الحاجات اللي احنا نفسنا نشتريها. ولكن أنا مؤخرا يعني زمان بقى كنت بكتب حاجات غالية بقى وكده، وفي الآخر كده كده مش هشتريها، بس مؤخرا بقيت بكتب فيها احتياجاتي فعلا، الحاجات اللي أنا عايزة اشتريها عادي. يعني مثلا أبقى نازلة أو كده فاكتب بقى فيها ايه الحاجة اللي أنا عايزة اشتريها وسعرها كام، ولما اجيبها أعمل عليها علامة صح. فعملت خانة 1 سنتي عرضها 1 سنتي، وخانة عرضها 2 سنتي، وسبت بقى اللي في النص ده كله فاضي للحاجة نفسها اللي أنا اشتريتها. وحبرتها زي ما انتوا شايفين. وبعدين الخانة الكبيرة زي ما قلت لكم هي السلعة نفسها او الايتم، والخانة اللي هي ال2 سنتي دي كنت هكتب بقى فيها السعر. وطبعا برضو دي حاجة بتساعدني ان انا انظم اكتر فلوسي، اعرف هحوش كام، اعرف انا بصرف كام عامة، علشان اعرف رينج كده الفلوس اللي انا بصرفها وانا بحوشها. وبعدين بقى الصفحة الأقرب لقلبي هي أفكار الفيديوهات بتاعة اليوتيوب، بجد بفرغ فيها كل طاقتي. بخش بص وقت ببقى قاعدة كده فاضية مش لاقي حاجة أعملها، أو حتى لو لاقي حاجة أعملها برضو بمسكها وبفضل إن أنا أكتب كل الأفكار اللي في دماغي. فأنا عملتها، وبعد كده طبعا أنا محتاجة إن أنا أسيب لها صفحات. فبمسك الصفحات بدبوس بدل ما يبقى نص البلانر كده فاضي، بمسكهم بدبوس، وكل بقى ما بملاهم بشيل صفحة عادي من الدبوس. اخر صفحه في البلانر النهارده هي about me، وبجد انا بحبها قوي لان هي دايما بتديني ذكريات حلوه قوي لما اكبر واشوف كده انا كنت بحب ايه. وغير كده في الوقت الحاضر بقى انا دايما يا جماعه بجد
لما بكون زهقانه بفتح صفحه about me، بعرف ايه يعني، بشوف كده انا نفسي في ايه الحاجات اللي انا بحبها. بحب القهوه، اقوم اعمل لي كوبايه قهوه، بجد بتفرق في نفسيتي، بتفرق معايا يعني. وانا بجد بحس انه دايما صفحة about me انا بخرج فيها كل طاقتي كل سنة، وممكن ازود فيها حاجات كمان خلال السنة لو لاحظت ان انا سايبة برضو مساحات صغنونة فاضية، علشان لو حسيت ان انا عندي حب الحاجة برضو خلال السنة اروح وارسمها واكتبها. هي بتعتمد اكتر على الرسومات، برضو انا بحب ان انا ارسم فيها رسومات، وبجد الصفحة دي انا بموت فيها. تكتبوا فيها حاجات كتيرة قوي، ممكن تكتبوا فيها بتحبوا ايه اكتر. امثلة مثلا، بتحبوا الشتاء اكتر ولا الصيف، بتحبوا الليل ولا النهار، ايه مشروبكم اللي انتوا بتحبوه، اكلتكم المفضلة، ايه هواياتكم، وكل الحاجات دي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عندكم افكار تانية تحطوها في البلانر، وايه الافكار عادة اللي انتوا بتحطوها في البلانر بتاعكم، وهتعملوا بلانر ولا لا. مستنية كومنتاتكم، وباي.